الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحه وسعاده. فيديو النهارده هقول لكم على المنتجات اللي انا استخدمتها ورأيي فيها ايه، هل هي تستحق ان انا ادفع فيها فلوس او ان انا اجيبها ولا لا. حتى لو كانت رخيصه ممكن تكون رخيصه بس مش كويسه. يلا بينا على طول نبدأ. بس ما تنسيش بقى قبل ما نبدأ ان انت تحطي لايك لو عجبك الفيديو، شير لكل اصحابك عشان القناة تكبر بيكم، واشتركي في القناة لو مش مشتركة، هيفوتك كتير فيديوهات كويسة. واتمنى ان انت تتابعيني لان انا هعمل معاكم فيديوهات حلوة قوي الفترة اللي جاية، فيديوهات كلها نظافة علشان العيد. يلا بينا باول حاجه. اول حاجه اللي هو السيرو فايب بتاع الهير ماسك. عايزه اقول لكم من احلى الهير ماسك اللي انتوا هتجربوه. بصوا اهو انا مخلصاه خالص، حلو جدا جدا. وكمان كنت بعمل كده تركايه معايا كانت بتودي الشعر، مش هقول لكم بقى في حته تانية، لا ده في حته تالتة وعشرة كمان. خطير خطير. ان انا كنت باخد معلقتين جوز هند واحطهم عليه واقلبهم كويس جدا وبعمل بيهم بقى الحمام الكريم. فظيع، حلو جدا جدا. انصحكم ان انتوا تجربوا، يرطب لفتره طويله قوي. نيجي للي بعده. اللي بعده بقى اللي هو تيلوفيل الشاور. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ده بالفانيليا، ريحته كويسه، بينظف، يعني كل حاجه كويسه الا حاجه واحده ان هو سعره عالي. على ان انت تدفعي دوت في شاور مش كل الناس تقدر تجيبه. يعني في حاجات تانية كتير حلوة قوي بنفس جودته وسعرها اقل وكمياتها كمان اكبر. فده كويس. الحاجة التانية دي ممكن تكون كويسة، لكن لو في اي حد مش فارق معاه السعر كتير فيجيبه عادي. هو كويس زي ما قلت لكم. انا اعتراضي بس عليه اللي هو على كميته قليلة بالسعر بتاعه. نيجي بعد كده بقى اللي هو عندنا آه، مارولينا ده. عايزه اقول لك دوت، عايزه اقول لكم ان دوت منتج هندي. شامبو. انا كنت في هايبر كبير، وبعدين عارفين بقى البنات اللي هم بيقعدوا يروضوا للمنتجات بتاعتهم، وبعدين عماله تقنعني ان هو كويس جدا. مش عارفه، وانا كنت محتاره ان انا اخده، فقلت خلاص ليه لا اجربه، يمكن حاجتهم كويسه زي هي ما بتقول. بس عايزه اقول لكم حرفيا انتي ممكن تستخدمي نص الشاور علشان ترغي بيه شعرك. يعني بجد بجد لا، مش حلو خالص خالص خالص. انا ما اجيبوش تاني، ومش هقول ولا هديله فرصه ولا اي حاجه خالص، ما عجبنيش اطلاقا. فما انصحش اي حد ان هو يجيبه، وحش جدا جدا. ولا بينظف ولا بيرغي ولا اي حاجه خالص. ما شفتش منه حاجه، يعني ميزه واحده حلوه. فما تدفعوش فيه ولا جنيه. نيجي بقى للي بعد كده. طبعا الاي سي ام، وهو كده كده مقاطعه، فالحمد لله ان انا مش هجيبه تاني. بس عايزه اقول لكم لو انت يعني انا بعد ما فتحته اكسد بسرعه قبل الاكسباير بتاعه. بصوا انا هوريكم، بصوا عامل ازاي. يعني هنا مش باين قوي، بصوا شايفين اكسد. وانا خفت بصراحه ان انا اكمل وان انا استخدمه يعمل لي اي مشكله. فليه اكسد مش عارفه، مع ان بقول لكم قبل الاكسباير بتاعه بكتير يعني. نيجي اللي بعد كده. حاجة رخيصة جدا وناس كتير بيقول عليها ان هي كويسة. انا بقول كويسة بس في انواع تانية. عايزة اقول لكم بيور ديت اللي بالم سيئة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اللي هي بالبطيخة دي، بصوا هي لسه فيها، بس انا مش قادرة اكملها، مش قادرة. انا فعلا كل ما احطها على شفايفي كده ومن غير ما اقصد، او انتوا عارفين كده ممكن لساننا يجي على شفايفنا ولا حاجة، بحس ان انا عايزة ارجع. لا ريحتها وحشة جدا جدا جدا. اللي هو طعمها يعني وحش قوي قوي. لكن في منها على فكرة حاجات تانية كانت حلوة، كانت فواكه تانية حلوة. نيجي بقى للي بعد كده اللي هو بلانكي. بلانكي كان عامل ضجة فترة، وبصراحة هو يستحق الضجة اللي هو عاملها. ده انا مش جايباه لولادي بس، لا ده ليا انا كمان. بصوا مخلصينه وقاطعينه كمان من هنا عشان نطلعه الباقي بتاعه. فحلو جدا، انصحكم ان انتوا تجيبوه عادي. وكمان لو جبتي الكبيرة هتبقى موفرة معاكي. بيرطب البشرة كويس جدا، الترطيب بتاعه بيقعد لفترة طويلة. حلو جدا. اللي بعد كده من الحاجات اللي هي الاقتصادية اللي هو بيانسي. ده عايزة اقول لكم ده باللوز وايه تاني. ده باللوز والثوم. فبصوا هو ده عايز شعر يعني ناعم شوية. الشعر اللي هو بيبقى جاف شوية او خشن شوية بتهيألي ده مش هيكون احسن حاجة معاه. انا جربت اللي بالصبار قبل كده، واللي بالصبار حاسة ان هو كان احلى من دوت. بس في العموم كريم فيانسي حلو
حلو جدا بالنسبة لسعره، ان هو يكون في الفئة الاقتصادية، فهو كويس. ونيجي بقى برضو للي معانا في الفئة الاقتصادية، اللي هو الغسول بتاع، اهو برضو مخلصاه، الغسول بتاع بوبانا. عايزة اقول لكم حلو جدا، وبالذات اللي هو فيتامين سي، و باللي هو هيرولونيك دوت، لانه حلو جدا، سعره قليل جدا جدا. بينظف البشرة، هو مش احسن حاجة طبعا، بس بيقضي الغرض اللي احنا يعني الحاجة اللي احنا عايزينها من الغسول، هو بيديها لنا، فهو كويس جدا بصراحة. نيجي بقى للي بعد كده معانا فينسي دوت الشامبو ده كان طالع كده من فترة، كنت جبته هو واللوشن بتاعه، سوري الكونديشنر يعني عايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا، لو لقيتوه هاتوه. يعني بصراحه بيخلي الشعر متغلف ترطيب حلو قوي، يعني يمسك الشعر كده بصوا مترطبه يعني. انما الشامبو كان سيء جدا جدا، برضو نفس الفكره بتاعه اللي هو ماليندا، ولا بيرغي ولا بينظف الشعر. ممكن في شامبو مش بيدي الرغوه اللي احنا عايزينها، اللي هي شعرنا مليان رغوه، الرغوه اللي هي العاديه اللي هي تنظف فروه راسي. ده ما كانش بيعمل اي رغوه خالص، ما حسيتش منه باي تنظيف في فروه الراس، مع انه مكتوب عليه المكونات بتاعته حلوه جدا. واي حاجه بيبقى فيها ارجان وفيها جوجوبا انا بحبها جدا، بحس ان هي كويسه، بس ده ما ادانيش اي نتيجه كويسه على الاطلاق. فالشامبو مش هديله فرصه ومش هجيبه تاني، لكن الكونديشنر ممكن اجيبه تاني. كمان معانا بقى اللي هو من ايفا، الهير كريم دوت اللي هو بالعسل. ده بقى حلو جدا، بصوا خالص اهو كله حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا ابني وزوجي بيعشقوا، اصلا ريحته حلوه جدا، بيرطب الشعرايه، عارفين جايبينها كده يعني من فوق لتحت، الشعرايه مترطبه كويس جدا، مفيش هياشان، مع الاستمرار هتلاقي برضو مفيش تقصف. وفي الشمس بقى ممكن تلاقي الشعر نشف قوي او جف قوي، لا ده ما شفتش منه اي حاجه زي كده، فحلو جدا، انصح الناس اللي هي تجيبه. وسعره طبعا قليل قوي، فمن الحاجات بتاعت ايفا اللي هي عجباني جدا. وبكده تقريبا يبقى كل الحاجات انتهت. لا لسه في حاجه اهو اخيره كانت واقعه مني قبل ما اعمل الفيديو ونسيت اجيبها. ده اللي هو الغسول بتاع الايد، الهاند ووش بتاع لونا. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا 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 جدا، وده كمان كله فومي، يعني انت لما عارفه الغسول بتاع الوش اللي هو بيبقى فوم، ده بالظبط نفس الفكره. وتقدري كمان لو انت بره تقدري تحطيه على ايدك الفوم دوت، وبعدين بمنديل وتنشفي ايدك وخلاص على كده، مش شرط ان انت بقى تشيلي الفوم دوت منه. فحلو جدا، عجبني جدا. بس طبعا انا مش هاخد كل الحجم دوت معايا وانا بره. وسعره على فكره في متناول الايد، تقريبا كان ب60 جنيه، مش غالي، حلو جدا وقعد معايا فتره. بس يعني اتمنى ان لونا تعمل منه، بس اللي هو الصغير بقى بتاعه، اللي هو حاجه نقدر ناخدوها معانا في الشنطه. بكده بقى زي ما قلت لكم الفيديو يكون انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وتدعوا لي بقى في الايام الحلوه ديت في الكومنتات، وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين دلوقتي، واستنوني في فيديو جديد. سلام.